سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي. كما كتشوفوا فيديو جديد غنحضر معكم الصفوف، خليكم معايا نشوفوا المقادير ان شاء الله ونبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا الدقيق كما كتشوفوا ديال القمح، من بعد ما غربلته مزيان وحمرته مزيان في الفران ديال الدار، واخا تيشد لينا شويه ديال الوقت ولكن تنقصوا عليه الفران، كنخليو غير الجهه التحتانيه هي اللي شاعله، صافي كتنقصي عليه وكتبقاي تحمريه بشويه بشويه حتى كيتقاد ويعطينا هذا الشكل هذا. وعندي هنايا الجلجلان حتى هو غسلته مزيان ونقيته، راه كلشي كتعرفوا ضروري خصنا نقيوه ونغسلوه، وتا هو حمرته مزيان في الفران وطحنته. وعندي هنايا كاوكاو بالقشره ديالو حتى هو غسلته مزيان وحمصته مزيان عاد طحنته بالقشره ديالو، راه تيجي زوين. وعندي كما كتشوفوا زرعه الكتان حتى هي ديجا حتى هي نقيتها مزيان وغسلتها، ولكن تعذبنا شويه لان كتسد لا غسلناها. المهم انا غسلتها، كاين اللي غير كيمسحها بشي دريره، انا غسلتها مزيان فيها شويه العذاب ونقيتها مزيان وطحنتها حتى هي. وهنايا كاين شويه ديال الكركاع وشويه اللوز خليته غير مهرس تنديرو للتزيين. وهنايا عندي اللوز حتى هو للتزيين، غير حمصته ما قليتوش، غير حمصته باش نتجنبوا شويه ديال القليان باش ما يضرناش، باش يطلع لينا الصفوف صحي. كما قلت لكم راه درت الدقيق ديال القمح. وهنايا عندي اللوز حتى هو طحنته حتى هو غير حمصته ما قليتوش حمصته. وعندي هنايا النافع وحبه حلاوه بجوج بيهم حتى هما غسلتهم نتاما مزيان ونقيتهم بلا ما نبقى نعاود الهضره، راه كما قلت لكم طحنتهم مزيان حتى هما. وهنايا ايلان فيه شويه العذاب حتى هو، ولكن راه صحي ضروري نديروه في الصفوف تيجي زوين وصحي مزيان للعظم. ايلان حتى هو غسلته مزيان ونقيته وطحنته بعد ما حمصته مزيان وغربلته في الغليظ وفي الرقيق، يعني خصنا نغربلوه مزيان باش ما يبقاش فيه واحد القشره كتكون فيه شويه قاصحه تتخسر لينا. مثلا درنا الصفوف شحال تنحسوا بديك القشره قاصحه، ضروري متغلبين مزيان في الرقيق وفي الغليظ باش يجينا مزيان. وهنايا الزيت، انا حيت ما كنديرش الزبده غندير غير الزيت. كما كتشوفوا هذا الزيت هذا راه موجود في بيم، كناخذو من بيم لان خرجه ليا الطبيبه على حسب المعده الريجيم ديالي. هاد تندير غير هاد الزيت راه صحي، يعني راه يديروا اللي مريض واللي ما تعانيش ماشي مشكل. هاد الزيت راه زوين ما تخليش الحرقه تجي، واخا تاكلي ما تجيكش الحرقه نهائيا. وهنا شويه المسكه الحاره حتى هي مسكه حاره راه هي حتى هي غسلتها وطحنتها. كما قلت لكم هاد الزيت راه مزيان، انا ما غنديرش الزبده على حساب الحرقه باش ما تجيش في المعده ويجي صحي. الزبده هي زوينه ولي تدير لنا الحرقه. وهنايا راه العسل، هاد العسل راني مصايبه انايا في الدار، راه كاين في القناه باش غادي نخلطوه ان شاء الله. كما كتشوفوا القرفه عندي 2 معالق هنا كبار، والقرفه كتبقى على حسب الذوق. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنديروها غنهزو الدقيق، بسم الله. انا هنايا راه دايره اكثر من 2 كيلو، دايره 3 كيلو ديال الدقيق، عفوا لا قلت لكم 2 كيلو راني دايره 3 كيلو. غندير الجهد ديال 2 كيلو نخلطو، واللي بغى يخلطو كله راه تيخلطو، واللي بغى يدير غير دفعه دفعه راه تياخذ غير الدفعه الاولانيه تيخلطها وتتسالي عليك عاد باش كتعاودي ثاني
تقاديه ثاني من بعد ان شاء الله. انا غندير دابا القياس. دابا 2 كيلو عندي هنايا وغنحسب كيلو. غنديرو جلجلان كما كتشوفوا، تيجي صحي بدقيق القمح. نصيحه، بدقيق القمح راه تيجي زوين. غنديرو كاوكاو حتى هو. كاوكاو تيجي زوين بالقشره ديالو وكتحافظ على داك الفيتامين كيكون في القشره زوين حتى هو. هذه زريعه الكتان حتى هي ضروري نديروها صحيه باش كتجينا الصفوف زوين تنستافدو منه. هذه حبه حلاوه والنافع بجوج بيهم. نديرو ايلان نديرو اللوز. اللوز كنخليو شويه غليظ باش ما يبقى نحسو به في الصفوف كيجي زوين. نديرو القرفه نسكافرها قليل كتبقى على حسب الذوق. صافي دابا غادي نخلطو ان شاء الله مزيان باش يتقاد لينا. بسم الله. نخلطوه مزيان. صافي دابا ما بقى غير ندير العسل من بعد ما خلطته مزيان كما كتشوفوا. ندير العسل شوف القياس. بسم الله. غندير الزيت كما كتشوفوا، زيت صحي كيجي زوين. بسم الله. كما كتشوفوا دابا درت العسل والزيت وغنشوف القياس ان شاء الله. وهاد اللوز والكركاع غنخليه تنخلط مزيان عاد ندلوه فيه بشويه بشويه باش يبقى شاد لينا شويه. وخليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر تنخلطوه ان شاء الله. كما كتشوفوا انا رجعت معكم بعد ما خلطت مزيان كيبغي يدلك كلشي كتعرفوا. وكما كتشوفوا العسل راه كان عندي كيلو هنايا ديال العسل كما قلت لكم راني مصايبه هنا ودرسو كامل يعني ديك العسيله يلا جاتنا مع هاد المقادير اللي عندي هنايا. والزويته ساهيه كما كتشوفوا. القرعه ديال الزيت بقى عندي فيها حد هاد الكتبه البيضاء هنايا حدا هاد لافان. هذا هو الزويته اللي بقات في هاد المقادير اللي درت. والمقادير كتبقى على حسب الذوق. ودابا غندير هذاك اللوز والكركاع باش يبقى يبان لينا نحسو به ما كتشوفوا. هو غادي نخلطوه غير شويه على حسب الذوق وعلى حسب الجهد. صافي دابا غنبقاو ندخلوه بشويه هنايا باش يبقى يبان حسو به تيجي زوين وكيعطي حتى المذاق زوين داك الكركاع مع اللوز.
صافي دابا خلطناه مزيان. تيجي زوين هاد الصفوف كما قلت لكم ديال القمح، راه تيجي لذيذ وتيجي زوين لا في المذاق ولا بالنسبه كيجي صحي. صافي خليكم معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. كتشوفوا من بعد ما رجعت معاكم وقاديتو على هذا الشكل، الصفوف كيجي زوين ولذيذ، ما نقولش لكم على المذاق تبارك الله كيجي غزال ورائع. وبالنسبه لهذا الشكل هذا راه تيجي زوين وتيجي راقي كما قلت لكم، والقميحه راه تجي زوينه في الصفوف وتيجي صحي. وبالنسبه للمقادير كل واحد يدير على حسب الجهد ديالو، يدير غير شويه بلا ما يعذب راسو. وبالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.